في فيديو النهارده ان شاء الله هنعرف ازاي نعمل تصميم دمج احترافي زي ده من خلال بريك داون مفصل ليه وسريع. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. انا احمد شكشك وده فيديو جديد. ده طبعا في حال اذا كنت انت مش فاكر انا مين، يعني لان بقالنا اكتر من 3 شهور تقريبا ما بنعملش اي فيديوهات، ولكن ان شاء الله الفتره الجايه تكون من غير اي انقطاع. ولكن عشان تكون من غير اي انقطاع فانت لازم تعمل لايك للفيديو ده وتنزل تعمل كومنت تعرفني انت وصلت فيه لحد فين في التصميم، وتقول لي حابب تشوف ايه الفتره الجايه. ويلا بينا نعمل بريك داون كامل للتصميم بس بعد الانترو. انتم دلوقتي بتشوفوا فيديو جديد على قناة احمد شكشك. طب يا صديقي، خلينا كده نبدأ نعمل بريك داون للتصميم ده ونشوف اتعمل ازاي. لو هنلاحظ هنلاقي ان اول حاجة عملناها في التصميم هو اننا قسمناه لمربعات. عملنا جايد كده، والجايد ديت علشان نبدأ نظبط على نقط الارتكاز اللي هنا العناصر الأساسية اللي معانا في التصميم. طيب أنا ليه عملت الجايد ده؟ علشان نقط الارتكاز بتاعتنا نحط فيها العناصر الأساسية في التصميم. نقط الارتكاز ديت اللي هي النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي اللي المفروض يتحط عندها العناصر الأساسية بتاعتنا في التصميم. طيب دي عملناها ازاي؟ احنا بكل بساطة عملنا مقاس التصميم بتاعنا 1500 بكسل طول في 2350 بكسل عرض اهو. 2350 في هنا 1500 بكسل طول، والريزوليوشن انا كنت عامله 150 علشان يدينا ريزوليوشن عالي شوية. بالشكل ده عملت الجايد ازاي؟ جيت على اداة الكروب تول من هنا، دوست عليها اداني التعليم السلكت بتاع الاداة. جيت على الريشيو من هنا وخليتها اوريجينال ريشيو، فبدأ يديني الخطوط اللي انتوا شايفينها دي. قمت واخد عليها الجايد ساحبها بالشكل ده كده، وبكده احنا عملنا الجايد بتاعنا. دي بكل بساطة الطريقة اللي شديت بيها الخطوط بحيث تتقسم ل9 مستطيلات متساوية بالظبط. هنقفل ده بقى كله ونبدأ نخفي كل الليارات بتاعتنا كده ونمسكها لير. اول حاجة احنا بدأنا بيها التصميم وهي اللير بتاع السماء. ولو تلاحظ انا حاطه جوه جروب لان الليارات عندي في التصميم ده هتكون كتير جدا. تعالوا نشوف اللير بتاع السماء متكون من ايه. 3 ادجستمنت لاير، وادي الصورة بتاعة السماء. وبالمناسبة كل الصور المستخدمة انا هسيبها لك تحت في صندوق الوصف عشان لو حابب توريني التطبيق بتاعك. هنخفي ليارات الادجست كده. كان ده شكل السماء الطبيعي. بعد كده عملت لها كولر بالانس علشان اوديها للون البنفسجي عن طريق ان انا لعبت في السلايدرات اللي هنا دي في الميد تونز. بس بالقيم ديت طبعا مش قيم ثابته، انت على حسب عينك وعلى حسب انت عايز تودي التصميم لانهي مود تبدا تلعب في السلايدرات دي. بعد الكولر بالانس عملت سيلكتيف كولر علشان اديله مود بنفسجي اكتر وليلي شويه. وهنا لعبت في حاجات معينه وهي اعتقد اللون الماجنتا لعبت فيه زي ما انتم شايفين، وكمان لعبت في البلو والسيان. هم دول ال3 الوان اللي انا لعبت فيهم، الماجنتا والبلو والسيان، علشان اجيب السما اديها اللون اللي انتم شايفينه قدامكم ده. بصوا كده قبل وبعد الادجستمنت لاير. ادي الادجستمنت لاير كيرفس، بعد كده الكولر بالانس، بعد كده السلكتيف كولر كده السما. بعد كده جيت وحطيت المدينة بتاعتي، والمدينة فيها adjustment layer كتير زي ما انتوا شايفين. هنخفيها كده. اول حاجة ده كان لونها الطبيعي جدا، بعد كده اديتها كيرفس layer عشان اظبط الاضاءة بتاعتها. دي اول حاجة بعملها لما بحط اي عنصر في التصميم، اني بظبط اضاءته بالكيرفس. بعد الكيرفس اديتها كولر بالانس علشان تاخد نفس التون بتاع السما فوق. لو تلاحظوا كده الكولر بالانس لعبت هنا في الميد تونز، ولعبت كمان في الشادوز، ولعبت في الهايلايت. لعبت في الثلاثه، الشادوز والميد تونز والهايلايت، علشان تاخد التون بتاع السما. وكانت لسه بالنسبه لي ما خدتش التون بتاع السما، عشان كده بدات العب في السلكتيف كولر. السلكتيف كولر هنا اعتقد ان انا لعبت في اليلو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان في البلو بالشكل ده. في السلكتيف كولر في اليلو والبلو فاداني التون ده. تعالوا كده بصوا قبل وبعد السلكتيف كولر. ادي قبل، ادي بعد، قبل بعد. طبعا هتقول لي ايه الفرق؟ اقول لك ان انا خليت الاضاءه من هنا، الاضاءات من هنا منوره اكتر بالسلكتيف كولر. بعد كده عملت جريدينت ماب، وده علشان يديني
تون بنفسجي محمر كده تحت اهو بالشكل ده، وعامل له طبعا من هنا ريفيرس. بصوا من غير الريفيرس عامل ازاي وبعد الريفيرس يبقى عامل ازاي، في فرق طبعا. ده الجريدينت ماب. وطبعا مغير البلندنج مود بتاعه لاوفرلاي، والفل بتاعته مخليها 25. ودي ده كله حاجات تقديريه بتتعمل مش قيم ثابته. يعني لو خلاه مثلا نورمال اداني شكل تاني خالص، فكل بلند مود هنا بيديني شكل مختلف خالص للجريدينت ماب. بعد كده اخر حاجه عملتها الكيرفس، عشان كان في بعض المناطق عايز اخليها مطفيه شويه، وهي الحواف اللي من تحت من هنا. لو بصيت على الحواف اللي من تحت من هنا معايا هتلاقيها بقت مطفيه اكتر، ادي قبل وبعد الكيرفس. كده انا عملت المدينه والسماء، بدات ادخل بقى الصخره معايا اللي هخليها في التلتين اللي على الجنب الشمال في التصميم. ديت الصخره اهي، ولعبت طبعا فيها شويه بالورب. اول حاجه ده كان شكل الصخره الطبيعي قبل اي حاجه، وكنت عامل عليها كاميرا رو فلتر علشان اخلي الحواف بتاعتها سودة شويه. وده لو جينا فتحنا الكاميرا رو فلتر هوريك انا خليتها مسوده شويه الحواف ازاي. عن طريق الاوبتكس زودت في الفيجينيت، خليتها سالب 100%. بصوا قبل وبعد، ادي قبل ادي بعد، قبل بعد، ده بالكاميرا رو فلتر. بعد كده بدات زي ما عودتكم ان اول حاجه بظبط الاضاءه بتاعه الصخره بالكيرفس علشان تبقى واخده من المود العام بتاع التصميم ده. بعد ما حطيت الكيرفس بقت الاضاءه بتاعتها بالشكل ده. بعد كده بدات اوديها في الوانها ناحيه البنفسجي والمود بتاع التصميم بالكولر بالانس بالشكل ده، على اساس ان انا لعبت في الميد تونز ولعبت في الشادوز والهايلايت ده عن طريق ادجستمنت لاير كولر بالانس. واديتها جريدينت ماب اصفر، لان اللون الاصفر مع اللون البنفسجي بيبقى فيهم تكامل في نظريه الالوان. ممكن ترجع للدرس ده، احنا عملنا عنها درس كامل في كيفيه اختيار الالوان في التصميم. انا هنا عامل ميكس ما بين الازرق والبنفسجي والاصفر، لان بيكون بينهم تناغم في اي تصميم. هنا الاصفر طبعا عامل عليه ماسك علشان ارسم في حتت معينه بس كده في الصخره. لو تلاحظ لو جيت ظهرت لك الماسك بس، هي ديت الحتت اللي فيها الجريدينت ماب. بعد كده عملت كيرفس علشان اغمق اكتر من الحواف من تحت بتاعه الصخره بالشكل ده. حتى انا عامل عليها ماسك عشان اغمق الحواف ديت بس. وبكده حطيت الصخره بتاعتي. بعد كده حطيت المدفع بتاعي. هو طبعا في لير دخان هنا بس المفروض ما يظهرش دلوقتي المدفع الاول. وفي المدفع بقى هنخفي الليارات بتاعته كلها كده. ده كان الشكل الطبيعي للمدفع بتاعنا. عملت له كيرفس علشان نظبط الاضاءه زي ما اتعودنا، فبقى بالشكل ده. بعد كده اظبط في الوانه بحيث تاخد من الوان التصميم بالكولر بالانس بالشكل ده. وطبعا لعبت في الميد تونز والشادوز والهايلايت. بعد كده عملت له زي شادو ليه من تحت من هنا. بصوا قبل وبعد الشادو كان البلندنج مود بتاعه مالتيبلاي والفيل 50 لو تلاحظوا في البلندنج مود والفيل. وفي الظلال بتاعت المدفع من هنا، ده الجروب بتاع الشادوز بتاعت المدفع من تحت، اللي هو الظل اللي جنب اللي على الصخرة نفسها او قبل وبعد. طبعا الظلال دي كلها معمولة هتلاقيها مالتيبلاي وليها اوبيستي قليل. اخر حاجة عملتها وهي الكيرفس. ليه بقى هنا الكيرفس كانت مختلفة؟ علشان ادي لسعات الوان في المدفع مضيئة شوية. بصوا كده اللون البنفسجي الملسوع شوية في المدفع ده. بصوا هنا مثلا قبل الكيرفس في الحتة دي كده بالظبط هتلاقي فيه لون بنفسجي ظهر اهو. دي بقى عن طريق ايه؟ ان انا جبت الار جي بي، اتحكمت في الريد لوحدها وفي البلو لوحدها بالشكل ده، فاداني اللسعات ديت. وعملت لها طبعا ماسك. لو شفتوا اللاير ماسك هنا راسم حاجات معينة هي اللي يكون فيها اللسعات بتاعتي. بصوا قبل وبعد، ادي قبل ادي بعد، قبل بعد. طبعا ودالي الشكل بتاع المدفع في حتة تانية خالص. بعد كده حطيت الدخان، وهو لاير عادي انا مديله سكرين، ولكن هو ليه خلفية كده سودة
عملته سكرين وحطيت له شويه قللت الفل بتاعه، يعني خليته 30، لان بصوا كده الفل وهو جامد مش شكله مش حلو قوي، فخليته 30 او 35 يديني شكل افضل شويه. حطيته بقى ورا المدفع ليه؟ علشان لو حطيته قدام بص كده ظهر منه هنا، فانا مش عايز اعمل ماسك وافضل امسح توفيرا للوقت، وانت حاطه ورا المدفع هيديني منظر حلو وشكل واقعي اكتر. تايبوجرافي بقى بتاع رمضان هو تايبو عادي جدا. كل اللي عملته فيه هو كان اسود، دوست كنترول يو عشان يديني الهيو ساتوريشن، وقمت قلبه هنا اهو للابيض خالص بالهيو ساتوريشن، واديته بلور علشان يبان كانه فيه دخان. البلور عامله 4، ومع البلور ده اديته فلتر زجزاج علشان يزجزج شويه لشكل الدخان. كل ده طبعا من قائمه فلتر. البلور عملت جيسيان بلور، اما الزجزاج ده عملته من الديستورت. هنا في قائمه فلتر اخترت الزجزاج. ده بالنسبه للدخان. بعد كده قررت ادي مود معين كامل للتصميم كله على بعضه عن طريق الجريدينت ماب بالشكل ده. بعد كده دوست الت كنترول شيفت اي علشان يجمع لي التصميم كله في صوره واحده في لاير واحد فوق، وعملت اللاير ده سمارت اوبجكت علشان ابدا العب فيه بالكاميرا رو فلتر. وده بعد الكاميرا رو فلتر ودالي التصميم في حته تانية خالص. طب انا لعبت في ايه في الكاميرا رو فلتر؟ تعالوا نشوف انا لعبت في ايه. هنفتح مع بعض الكاميرا رو. اول حاجه لعبت شويه في اللايت بتاعها بتاع التصميم والكونتراست والهايلايت والشادوز والوايتس والبلاكس. ده بالنسبه للبانل بتاعت لايت. بعد كده رحت للكالر، عليت الفيبرنس شويه والساتوريشن، وخليت التصميم رايح شويه ناحيه الاصفر اكتر عن طريق التمبريتشر والتنت. بعد كده الافكت اديته شويه تكتشر مع كلاريتي مع ديهيز وفيجينيت علشان يبقى من الحواف مسود شويه، والفوكس كله يبقى ناحيه مسجد قبه الصخره وناحيه المدفع. لعبت شويه في الكالر ميكسر في الساتوريشن بتاعت بعض الالوان، اتكيت عليها شويه في الساتوريشن، وبعض الالوان قللت الساتوريشن بتاعها علشان العين تبقى مركزه اكتر على حاجات معينه في التصميم، ونورت الاضاءات دي شويه. طبعا عملت لينس بلور علشان يديني بلور زي البلور بتاع الكاميرا كده شويه، وخليته 5. دي كانت كل الحاجات اللي لعبت فيها في الكاميرا رو فلتر. بعد كده عملت جريدينت تاني من تحت كده عشان يسود لي التصميم شويه من تحت، بصوا قبل وبعد، عشان اعرف اكتب الكلام بتاعي اللي هو سنفطر في القدس ان شاء الله. وكتبتها كمان بالانجليزي، سنفطر في القدس عاصمه فلسطين. وده اللوجو بتاعي. تعالى بقى هقول لك انا حولته ازاي ل 1080، وازاي خليت العناصر الاساسيه اللي انا عايزها في نقط الارتكاز خليتها بالظبط في نقط الارتكاز. طبعا دي الصور المستخدمه في التصميم اللي هسيبها لك تحت في صندوق الوصف لو حبيت تعمل التصميم وتوريه لي من خلال جروب مصممين حارتنا اللي هسيب لك اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. كل اللي انا عملته اظهر الجايد بتاعتي، ادي نقط الارتكاز. انا جبت صوره التصميم عادي بعد ما حفظتها، وقمت بدات ارحلها بحيث تكون المسجد قبه الصخره عند نقطه الارتكاز دي، وهنا المدفع واخد تقريبا تلتين التصميم، يعني هنا النص بالظبط بتاع التصميم هو واخد من التلت ده ومن التلت ده، فهيبقى عليه برضو ارتكاز هو والصخره. وطبعا رمضان هتقول لي هي ليه مش على نقطه ارتكاز اللي هنا؟ اقول لك لانها كانت هتبقى قريبه قوي للمسجد، فما كانش الشكل هيبقى واقعي، وتضطر تخلي المدفع لتحت، وده مش هيبقى واقعي خالص في التصميم. فهي العناصر الاساسيه عندي هو قبه الصخره والمدفع بتاعنا. طبعا رحلت التصميم بالشكل ده، الجزء الاحمر ده كله عباره عن فراغ، كملته بالجنريتيف فيل بالشكل ده. فبكده اتعمل معانا التصميم 1080 في 1920 اللي هو مقاس 16:9. وبس كده يا صديقي يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك ليه وسبسكرايب للقناه لو انت اول مره تكون معانا، وطبعا سيب لي كومنتك التشجيعي لان ده هيفرق معايا جدا في اني ارجع تاني واكمل واعمل فيديوهات اكتر. وده كان فيديو بسيط كده رجعنا بيه في سلسله الدمج، وهستنى اشوف التطبيقات بتاعتكم. وفي النهايه وان اخطات فهو مني، وان اصبت فمن الله. كان معاكم احمد شكشك، سلام.